السلام عليكم، ازيك؟ شلونكم؟ ومكملين مع بعض يا شباب في حل اسئله كتاب الامتحان الصف الاول اعدادي الترم الثاني المنهج الجديد 2025. وزي ما احنا متعودين ان احنا على طول سايبين اللينك في الديسكريبشن يا حلوين. زي ما احنا متعودين ان احنا على طول بنحل الوحده الاولى الدرس الثالث مع بعض يا شباب، صفحه 60. افتح على طول حل معانا عشان خاطر يعمل كل حاجه في الدرس ده يا حبيب قلب المستر. وزي ما احنا متعودين يا حبايب قلب المستر ان اللينك اللي في الديسكريبشن عشان اي سؤال احنا بنحله هنا في هذا الدرس انت مش فاهمه، اجري على طول اسال هناك كذا السؤال وعلى طول هتلاقي على طول يا معلم الاجابه. وزي ما احنا متعودين يا حبايب قلب المستر ان احنا في الصف الاول يعني الترم الثاني المنهج الجديد، احنا في الوحده الاولى الدرس الثالث صفحه 60. اجري افتح على طول، هنبدا على طول مع بعض حل اسئله الكتاب المدرسي. اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، هننطلق حالا بالا فعلا مع بعض في اول سؤال اسئله الكتاب المدرسي. وزي ما احنا متعودين انك تتاكد انك عامل سبسكرايب وتعمل لايك وتظبط الدنيا كده وتشيصها عشان خاطر نبدا مع بعض يا معلم. السؤال الاول، اختر الاجابه الصحيحه للاسئله من 1 إلى 6. يلا مع بعض يا حبايب قلب المستر. رقم 1، وضع شريط دوار شمس احمر اللون في محلول واحد فلم يتغير لونه. اوكي، يعني كده تأثيره حامضي ماشي او متعادل. اوكي، مفيش عندي اي مشكلة خالص. طيب، وعند وضعه في محلول 2 تم تحول لونه الى الازرق، اي مال يعد صحيحا. واحد متعادل يجوز. طب التاني حمضي؟ لا يا معلم، يبقى التاني قلوي. اوكي. واحد حامضي يجوز، التاني متعادل نو. طيب المحلول واحد حامضي اوكي يجوز. طيب المحلول 2 قلوي يجوز. طيب المحلول واحد قلوي نو. المحلول التاني حمضي نو. يبقى دي اللي ينطبق عليها شرطين هم. رقم 2، يتشابه لون دليل اليونيفرسال في كل من عصير الطماطم وحمض الهيدروكلوريك. في اختلاف هنا في قوة بتاعة الحامضية، في القوة الحامضية يعني. طيب الماء المقطر ومحلول كلوريد الصوديوم الاتنين متعادلين، فنهدى عليهم شوية، هما بيتشابه ممكن. عصير الطماطم ومحلول هيدروكسيد الصوديوم الاتنين دول مستحيل، يعني ده حامضي وده قاعدي. طيب الماء المقطر وحمض الهيدروكلوريك ده متعادل وده حامضي، يبقى يتشابه في ايه؟ في الاتنين المتعادلين. اوكي. رقم 3، كل من مالي من الايونات المكونة للاملاح عدا مين؟ ده OH بيكون قلويات. طيب Cl بيكون املاح، NH4 بتكون املاح، NO3 بتكون املاح، يبقى ال OH هي اللي بتكون قلويات. رقم 4، كل من مالي من خواص ملح كربونات الصوديوم الصلب عدا انه ايه بقى؟ يذوب في الماء، بيذوب في الماء. ابيض اللون، البي اتش بتاعته 7 اكبر من 7. اوكي، موصل للكهرباء اكيد لا. اوكي. رقم 5، تحول قيمة البي اتش لأحد المحاليل من 8 إلى 5 تعني أنه كان إيه؟ 8 دي معناها إنه قلوي. طب إلى 5 أقل من 7 بقى حامضي. كان حامضي وأصبح قلوي؟ لا. كان قلويا وأصبح متعادل؟ لا. حامضي وأصبح متعادل؟ لا. قلويا وأصبح حامضي. أوكي. رقم 6، من الجدول التالي الدليل X والدليل Y ماشي، ما قيمة بي اتش للمحلول الذي يتلون باللون الأصفر عند إضافة أيا من الدليلين X و Y إليه؟ واحدة. هنا قال لي إيه؟ من أحمر راح لأصفر ماشي، كانت درجة البي اتش 4. طيب اتحول من الأصفر للأزرق لما البي اتش وصلت 6 ماشي. فمعنى كده الأصفر معايا بيتراوح منين؟ من 4 إلى 6.4 اللي هي الرقم ده. ماشي يا معلم؟ ماشي يا مستر. طيب 3 دي ما بين 4 و6؟ لا. 5 ما بين 4 و6؟ 7 دي ما بين 4 و6؟ لا. 10 دي مش ما بين 4 و6، فهي 5 يا معلم. سهلة بإذن الله. سؤال رقم 2، ماذا يحدث لألوان الشرائط دوار الشمس في كل من الحالتين التاليتين؟ 1 دي هنا ايه؟ غاز الكلور. قال لك غاز الكلور ده هيعمل ايه للشرائط؟
غاز الكلور يا مستر بيشيل لون الشرائط، فبالتالي اللون الاحمر ده هيروح واللون الازرق ده هيروح. يبقى ماذا يحدث لما في الانبوبه الاولى دي؟ هيحصل زوال للون الشريطين بتوع دوار الشمس دول. طب في الحاله رقم 2 عندي هنا غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب غاز ثاني اكسيد الكربون ده بيعمل ايه؟ خواص حامضيه. يعني ايه برضو خواص حامضيه؟ يعني ده احمر هيفضل احمر زي ما هو، طب الازرق هيتحول لأحمر على طول. اوكي. رقم 3 تتغير حامضية التربة من مكان لآخر. 1 كيف تعالج التربة الحامضية؟ هنضيف لها على طول CaOH باي 2 اللي هي هيدروكسيد الكالسيوم مثلا. اوكي عشان دي مادة قاعدية فهتعادل من حامضية التربة. ماشي يا معلم؟ ماشي يا مستر. رقم 2 ما لون أزهار نبات الكوبيا التي تزرع في تربة حامضية؟ لما تتغير حامضية التربة هيحصل ايه؟ هتتلون باللون الأحمر. اوكي. رقم 5 اكتب الصيغة الجزيئية للأملاح المكونة من الكاتيونات والأنيونات التالية. واحدة مع بعض كده. بوتاسيوم. اوكي. طيب دي بي او 4 الفوسفات، هنا التكافؤ 3 وهنا 1 تبقى K3PO4. اوكي. تعالى على رقم 2 Al ثلاثي. طيب SO2 ثنائي او SO4 ثنائي. اوكي. هنا Al طيب هتبقى 2 بقى لان ده حطيته قدام ال Al. اوكي. طيب باي SO4 الكل 3. اوكي يا معلم. اجي هنا على رقم 3 NH4NO3 ده احادي وده احادي تبقى NH4NO3. رقم 4 Mg2CO3 وهي 2 برضو، يبقى الاتنين هتطير مع الاتنين تبقى MgCO3. خلصت يا مستر. دخلنا على صفحة 61 بنك أسئلة كتاب الامتحان. يلا مع بعض اللي وصل لعندي هنا وما عملش سبسكرايب يجري يعمل سبسكرايب عشان يكمل معانا باقي حل الدرس مع بعض يا شباب. رقم 1 اكتب المصطلح العلمي أو الاسم الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1 مواد كيميائية يتغير لونها في الوسط الحامضي عن لونها في الوسط القلوي، ده الدليل على طول. اوكي ودي مواد كيميائية تبقى الأدلة. رقم 2 دليل يمكنه التمييز بين الأحماض وبعضها أو القلويات وبعضها حسب قوتها، ده على طول اليونيفرسال. اوكي. رقم 3 عالم دنماركي ابتكر مقياس الرقم الهيدروجيني للتمييز بين المحاليل الحامضية والقاعدية والمتعادلة، ده سورينسن. اوكي يا مستر. رقم 4 مقياس مدرج بأرقام تتراوح من 0 إلى 14 يستخدم لتحديد حامضية وقاعدية المحاليل الPH. اوكي عشان مدرج بأرقام. رقم 5 جهاز يستخدم لتحديد قيمة الPH مباشرة وبدقة، ده الPH الرقمي. اوكي او الPH ميتر. رقم 6 مركبات معظمها أيونية تتكون من اتحاد كاتيون مصدره قلوي مع أنيون مصدره حمض، على طول الأملاح. رقم 7 مواد جميعها صلبة محاليلها وماسوراتها توصل التيار الكهربي، الأملاح برضك. سؤال رقم 2 اختر الإجابة الصحيحة من ما بين الإجابات المعطاة. رقم 1 من الغازات القاعدية. مين الغازات القاعدية هنا؟ التلاتة دول لا ده حامضي، الاتنين دول لا ده حامضي، يبقى فاضل NH3. اوكي. رقم 2 عند إذابة غاز CO2 في الماء يتكون محلول يغير لون شريط، دليل اليونيفرسال. ما نوع المحلول المتكون؟ لما دوبت غاز CO2 في الماء اتكون محلول بيغير لون شريط، دليل اليونيفرسال على طول. ماشي. ما نوع المحلول المتكون؟ CO2 هتحوله لي حامضي. اوكي. وما الايون الذي يتسبب في تغيير لون الدليل؟ لما يجي يحول لي او يديني تأثير حامضي يبقى اللي على طول هيتكون عندي الاتش. اوكي يا مستر. رقم 3
ما المادتين اللتين يمكن التمييز بينهما باستخدام شريط دوار الشمس الأزرق المبلل بالماء؟ شريط دوار الشمس لازم يدي لونين مختلفين في حاجة من الاتنين التانيين دول، أو في الاتنين اللي جايين من كل حاجة دول. حمض النيتريك وحمض الخليك مش هيدي لأن هما الاتنين أحماض، فاللونين هيبقوا شبه بعض. O2 و H2 الاتنين مش هيدوا حاجة أساسا، هو مش لهم تأثير عليه. طيب غازي ال N2 وال CO2 هيدي مع ال CO2 مش هيدي مع ال N2، فممكن هيدروكسيد وهيدروكسيد لا، يبقى هي دي واحدة هيدي وواحدة مش هيدي معاها، أو هيفضل سايب اللون بتاعها. رقم 4. في الشكلين المقابلين لوحظ تحول لون شريط دوار الشمس الأحمر الموجود مع الغاز X إلى اللون الأزرق، وزوال لون الشريط الموجود مع الغاز Y. واحدة واحدة. تحول لون شريط دوار الشمس الأحمر الموجود في X، ده شريط دوار شمس أحمر مبلل بالماء فيه غاز X هيتعرض عليها دلوقتي، هيحصل ايه؟ يتحول الشريط ده للون الأزرق. طيب وزوال لون الشريط الموجود مع الغاز واي، الشريط الأحمر ده لونه راح. ما الغازان اكس وواي؟ مين اللي هيشيل اللون؟ مبدئيا سي ال اللي هو في واي. نشوف فيه سي ال في واي، هنا سي ال لا، هنا واي فيها سي ال لا، هنا واي فيها سي ال لا، هنا واي فيها سي ال هي الوحيدة اللي فيها، يبقى نشوف الناحية التانية برضو عشان نتأكد. طيب بيقول لي ايه؟ لون شريط دوار الشمس الأحمر الموجود مع الغاز إلى اللون الأزرق، يعني الغاز ده حوله لي من أحمر لأزرق، يبقى ليه خواص قاعدية. يبقى مين؟ ال NH3 حصل على طول. رقم 5. من الجدول المقابل ما الدليلان اللذان يظهرا بنفس اللون عند إضافة كل منهما بمفرده إلى المحلول هيدروكسيد الصوديوم؟ هنا بيقول لي اللون في الوسط الحامضي واللون في الوسط القاعدي، هو عاوز ايه؟ دليلين بيظهر بنفس اللون عند إضافة هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم ده وسط ايه؟ وسط قاعدي. طيب الوسط القاعدي ده عايز لونين من دول شبه بعض في الوسط القاعدي، اصفر وازرق وازرق، يبقى ازرق وازرق. اخضر مش شبه الاصفر، يبقى ده وده. مين هما؟ 2 و3 بس كده يا معلم. رقم 6. المحلول الذي تكون قيمة البي اتش له تساوي 1 يكون حمض قوي جدا. رقم 7. الشكل المقابل يوضح قيمة البي اتش لأربعة محاليل مختلفة، أقواها قلوية. هو مين؟ أعلى حاجة جنب ال 14 على طول. ماشي ماشي يا مستر. رقم 8. بي اتش للمطر الحامضي قد تساوي قد ايه؟ بدل ما هي حامضية يبقى أقل من السبعة، مش 7 ولا 9 ولا 11، تبقى 5. رقم 9. أي المواد الآتية تعتبر مواد حامضية؟ المبيض والصابون السائل قاعديين. اللبن والبيض، البيض لأ. الليمون وصودا الخبيث، صودا الخبيث لأ. الموز والطماطم هي اللي فاضلة. رقم 10. المواد الآتية قيمة بي اتش لها أكبر من 7 عدا حاجة واحدة من دول. منظفات أفران الغاز أكبر من 7 لأنها قاعدية. محلول نشادر أكبر من 7. محلول هيدروكسيد الكالسيوم هيدروكسيد يعني قلوي. عصير العنب. رقم 11. الجدول التالي يوضح ألوان أحد الأدلة عند قيم بي اتش المختلفة. ما لون شريط هذا الدليل عند 5 في هيدروكسيد الصوديوم؟ يلا مع بعض. هيدروكسيد الصوديوم ده قلوي قوي. ماشي، قلوي قوي. متفقين متفقين. طيب اخضر، الاخضر هنا 6 و7 و8 في مرحله المتعادل وبيشطب الاحماض وبيبدا في القلويات، فلا. برتقاني في او برتقالي يعني في الاحماض، فافكس. احمر في الاحماض يبقى البنفسجي هو على طول اللي هنا. سواء ازرق برضو لو مفيش بنفسجي فممكن اختار الازرق، انما هو قلوي قوي فلازم يكون برضو في اخر ارقام. اوكي اوكي. حتى لو ازرق هنا وفي بنفسجي هختار البنفسجي. ماشي باذن الله يا مستر. هو مش هيلخبطك في حاجه زي كده بس انت لازم تاخد بالك. ماشي يا معلم. ماشي يا مستر. رقم 12.
من الجدول المقابل ما اللون المتكون عند إضافة قطرتين من كل دليل إلى محلول قيمة pH لو 2 كلا على حدة. pH دي 2 يعني حامضي. طيب لونه في القاعدي هل أنا هحتاجه في حاجة؟ لا يا مستر، شيل. ماشي. طيب 1 و2 لما اضيف عليهم حامضة هيدوني اصفر في 1، يبقى انا هبص على الاصفر في 1، هنا 1 اصفر وهنا 1 اصفر، و2 بنفسجي هنا احمر، فيبقى دي لا، يبقى هي فاضل اصفر وبنفسجي. اوكي. رقم 13. وطبعا يا حبايب قلب المستر، يعني اللي ما يفهمش حاجه طول ما احنا ماشيين في الاسئله زي ما انا مأكد في اول الفيديو، ينزل يسأل على طول في اللينك اللي في الديسكريبشن. انا باكد على الجزء ده لان في ناس بتخش بتبقى جايه من بره كده تخش تجري الفيديو على النقطه اللي هي عايزاها. فلو النقطه دي اللي انت عايزها وما فهمتهاش من الفيديو، اجري على طول برضو اسال في اللينك اللي في الديسكريبشن، انا مش هقول لك لا. وما تنساش طبعا بدل ما انت وصلت معايا لهنا، لو انت مش بتجري الفيديو او لو بتجري الفيديو فيعني اعمل سبسكرايب، يعني ما تبقاش عيل كده. ماشي. إضافة هيدروكسيد رقم 13، إضافة هيدروكسيد الكالسيوم إلى تربة زراعية يؤدي إلى هيدروكسيد الصوديوم ده بالنسبة للبي اتش هيزوده لأنه قاعدي. أوكي. طب هيعالج حاجة، يبقى هيعالج الحموضة، يبقى مش خفض بي اتش ده مبدئيا، تمام، ومش خفض بي اتش ده مبدئيا. طيب معالجة الحموضة هي معالجة الحموضة. طب معالجة القاعدية مش هي معالجة القاعدية. بي اتش ده بيعالج الحموضة لأنه قلوي. طيب وفي نفس الوقت بيزود البي اتش لانه قيمه البي اتش بتاعته عاليه. رقم 14، الجدول المقابل يوضح نوع التربه المناسبه لزراعه 4 محاصيل. ما المحصول الذي يفضل زراعته في التربه تتراوح قيمه البي اتش لا ما بين 3.7 الى 6.2. فانا معايا دلوقتي البي اتش تتراوح من 3.7 ل 6.2، فده حامضي. طيب هو عاوز نوع التربة المناسبة لزراعة 4 محاصيل في تربة تتراوح، يعني التربة دي حامضية. يبقى البنجر في تربة قاعدية احنا عايزين حامضية، السوم في قاعدية عايزين حامضية، البسلة متعادلة لا، يبقى هي البطاطس الحامضية، يبقى نجري على البطاطس. رقم 15، الشكل المقابل يوضح المعلومات الموضحة عن غسول للوجه. ما مدى بي اتش لهذا المنتج؟ هنا بيقول لي ايه على الغسول؟ غسول للوجه يمنع تكون البثور ويقتل البكتيريا، متعادل البي اتش، مرطب للجلد، متعادل البي اتش. هاتها دي يا معلم. هو عاوز مدى البي اتش بتاعها. المتعادل بتاعنا بيبقى 7 صح؟ الرينج بتاعه معنى كده 1/10 و2/10 و3/10 قبل 7، ونفس الحاجة عند 3/10 4/10 بعد 7. اوكي. طيب اقرب حاجة هنا 6 و3 و6.5، احنا ما وصلناش لل7 لسه. هنا اكبر من ال7 بكتير، هنا اكبر من ال7 بكتير. 7 و6 و9 يجوز. اوكي يا مستر، لانه بيتكلم عن المدى، فهو نزل عن ال7 1/10 وزاد عليها 1/10 فقط. اوكي. رقم 16، عند اتحاد الكاتيون ام جي مع الانيون سي او 3 يتكون على طول الملح، لان هنا بيديني ملح ام جي سي او 3 كربونات المغنيسيوم. رقم 17، تتحد ايونات Ca2 او Ca بلس 2 يعني مع ايونات BO4 ماينس 3 مكونة ملح صيغته الجزيئية قد ايه؟ ده هتاخد ال3 ودي اللي هتاخد ال2، فواحدة واحدة هما مش زي بعض. ماشي، دي هتاخد ال2 لا، ودي هتاخد لا برضك. هنا دي مش هتاخد حاجة ودي هتاخد ال2 لا، دي هتاخد ال3 بتاعت دي ودي هتاخد ال2 بتاعت دي. حصل يا مدير. رقم 18، كل مما يلي يعد صحيحا عدا. هنا مديني كاتيون ومديني انيون وصيغه المركب. ان اي مع السي ال هيديني ان اي سي ال، حصل. سي اي مع الاس هيديني سي اي 2 اس 2، لا ال2 دي بتروح مع ال2 دي. اي ال 3 ان او 3 بس نيجاتيف 1، تبقى اي ال هنا تبقى بواحد ماشي، وان او 3 هتبقى باي 3. اوكي هنا ما فيهاش مشكله. NH4 CO3 هنا
بواحد وهنا باتنين، هنا حصل يا مدير الصيغة دي صح، يبقى مين الوحيدة اللي غلط؟ هديه. رقم 19. أي الأيونات الآتية تتحد مع بعضها مكونة أملاح؟ أيونات الكلوريد السالبة مع أيونات الهيدروجين الموجبة مش بتكون أملاح، بتكون أحماض. ماشي. أيونات الكبريتات السالبة مع أيونات الأمونيوم الموجبة تجوز. أيونات الهيدروكسيد السالبة مع أيونات الصوديوم لا يا معلم، بيكون لي قواعد. ايونات هيدروكسيد السالبه مع ايون الهيدروجين دي بيديني متعادل اللي هي الميه، انما دي الوحيده اللي بتديني ملح حصل. رقم 20. الاسم الصحيح للمركب NH4 باي 3PO4. طيب فوسفيد الامونيوم لا، الياء والدال دي مش بنحطها غير في الحاجه اللي ليها شحنه. اوكي، يعني لو دي ليها شحنه لسه ما اتربطتش بيها او ما حصلتش، زي مثلا ايه، لو هكتبها انا NH4 2PO4 فهيتفضل عندي لسه شحنه ما اتربطتش. اوكي، لان في شحنه زياده هنا، فدي اللي هي BO4 هتبقى لسه نيجاتيف 1 او اس سالب 1. اوكي، فهنا عندي دي ما تنفعش. طب فوسفيد النيتروجين لا يا معلم، النيتروجين مش معاها ال H4. اوكي، يعني لو هكتبها كده من غير ال N، من غير ال H4 وهكتبها N3PO4 بس هتبقى N2PO4 عشان برضو يبقى معايا الاي دي او الياء دال. انما فوسفات الامونيوم تجوز. فوسفات النيتروجين ما انا معايا NH4. اوكي، يبقى هات فوسفات الامونيوم. رقم 21. بلس برضو ان فوسفيد النيتروجين ده هتبقى مضغوطه، لان احنا عندنا ان دي سالب ودي سالب، مش عندي شحنه زياده ترتبط بيها، فبالتالي ان الاثنين سوالب اساسا مش هيرتبطوا ببعض. اوكي، هيحصل رابطه تساهميه بسيطه كده بتحصل في باسلوب كده. انت مش عندك انت الكلام ده، انا غلطان ان انا بكلمك في حاجه زي كده. من الاشكال التاليه، اي من الحالات التاليه يضيء فيها المصباح عند 5 طرفي السلك في الكأس؟ ماشي يا عم. لو انا معايا سلك ورميته في حمض النيتريك هيوصل، لو رميته في ملح مش هيوصل، لو رميته في هيدروكسيد الصوديوم هيوصل، لو مسحور كبريتات الخرسين يوصل. اوكي، فانا عندي هنا اتنين الوحيده اللي ما بتوصلش. اتنين بتوصل لا، اتنين بتوصل لا، اتنين بتوصل لا، دي ما فيهاش اتنين، يبقى هي دي يا معلم. اوكي يا مستر. سؤال رقم 22. كل مما يلي من خواص ملح كبريتات النحاس عدا انه ايه بقى؟ ازرق اللون ماشي، غير موصل الكهرباء ماشي، يذوب في الماء ماشي، الانيون المكون له ده هي الوحيده اللي مختلفه عشان ال HSO4 ده مش بيكون لي كبريتات النحاس. اوكي. رقم 23. يتفق مركب COSO4، يتفق مركب CuSO4 مع مركب NiCl2 في كل مما ياتي عدا حاجه واحده بس. نوع المركب ده موجب وده سالب يديني ملح، ده موجب وده سالب يديني ملح. ماشي يا عم، يبقى النوع المركب قشطه. طيب الذوبان في الماء هيذوبوا هما الاتنين. طب شحنة الكاتيون الاتنين مواجب. اوكي، اللون هو اللي هيختلف. ماشي يا معلم، ماشي يا مستر. رقم 24. كل الاملاح التالية شحيحة الذوبان في الماء عدا حاجة واحدة بس. ماشي، الاي جي شحيح، سي اي في الاس او 4 شحيح. طيب ال NH4 والسي او 3 مش شحيحة، سي او 3 السيو شحيحة. اوكي، بتذوب بس شحيحة، ناخد بالنا تذوب بس شحيحة، لازم ناخد بالنا من الجزء ده. يعني ايه شحيحة؟ يعني بتشح في المية كده يعني ما بتدوبش بسرعة، يعني محتاجة تك تقلب وتشك. ماشي. رقم 25. الرقم الهيدروجيني لمحلول كلوريد الصوديوم يساوي، كلوريد الصوديوم متعادل يبقى 7 مفيش مشكلة. رقم 26. أي المواد الآتية تذوب في الماء مكونة محلول قيمة البي اتش لو أقل من 7؟ كربونات الكالسيوم ده قوي وده قوي يدوني متعادل معايا. كلوريد الفضة، طب كربونات الصوديوم كل دول مش هيدوني أقل من 7 لأن الشقين متكافئين مع بعض. طب كلوريد الأمونيوم،
كلوريد الأمونيوم ضعيف والكلوريد قوي، يبقى هو اللي هيديني أقل من 7. رقم 27. أي الأملاح الآتية يكون محلول يزرق شريط دوار الشمس الأحمر؟ واحدة واحدة مع بعض. ال NH4 طبيعي لا، ال NaCl ده متعادل، وال NaNO3 متعادل. هيتفضل عندي حاجة واحدة اللي هو ده اهي. اوكي. سؤال رقم 3. قبل ما اخش في سؤال رقم 3 صفحة 65 يا حبايب قلب المستر، اجري اتأكد انك عامل اشتراك في القناة ومفعل زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو ليك تعرف على طول اليوتيوب يقول لك الحق يا ابني حبيبك وحبيب قلبك المستر مصطفى. يا حبيب قلب المستر نزل فيديو على طول ليك، واجري على طول اعمل لايك وظبط الدنيا كده، وعندك لينك في الديسكريبشن للي عنده اي سؤال يجري على طول يسأل هناك في ما سبق شرحه وحله. يلا يا حبايب قلب المستر اكمل العبارات الاتيه بما يناسبها صفحه 65. السؤال رقم 1. غاز نقط يزيل لون شريط دوار الشمس الازرق المبلل بالماء، بدل ما هيزيل اللون على طول ده الكلور، بينما غاز نقط لا يؤثر على لون شريطي دوار الشمس الاحمر والازرق. اي حاجه بقى، اكسجين هيدروجين نيتروجين اللي انت عايز تقوله قوله. رقم 2. غاز ثاني اكسيد الكربون يغير لون شريط دوار الشمس من ايه للايه؟ من الازرق الى الاحمر. اوكي. رقم 3. تتلون ازهار النبات الكوبيا باللون ايه عند زراعتها في تربه حامضيه؟ هتتلون باللون الاحمر، بينما تتلون عند زراعتها في تربه قاعديه اكيد الازرق. اوكي يا مستر. رقم 4. تزداد قوه المحلول القلوي كلما اقتربت قيمه البي اتش لل 14. صح. بينما تزداد قوة المحلول الحامضي كلما اقتربت قيمة البي اتش من الصفر، لأن 0 1 بعد كده 2 لعند ما نوصل 7 يقل، نوصل 7 متعادل، نزيد في القاعدية من 7 ل 14. رقم 5. تغير قيمة البي اتش لأحد المحاليل من 3 إلى 7 تعني أنه كان حمضيا وأصبح متعادلا. رقم 6. يمكن قياس قيمة البي اتش للمحاليل بطريقة مباشرة باستخدام مين؟ جهاز البي اتش بتاع الميتر أو البي اتش ميتر. اوكي. أو بطريقة تقريبية باستخدام مين؟ شرائط دليل اليونيفرسال. اوكي. رقم 7. تتكون معظم الأملاح من اتحاد ايه مع ايه حمض؟ كاتيون مع انيون. اوكي. الكاتيون ده موجب والانيون سالب. اوكي. رقم 8. يتكون ملح نترات الصوديوم من كاتيون اللي هو الموجب زي ما انا لسه قايل لك، يبقى كاتيون مين؟ الصوديوم، مصدره NaOH، وانيون NO3 مصدره حمض اكيد النيتريك. اوكي يا مستر. رقم 9. يبدأ اسم أي ملح باسم إيه ثم يليه اسم إيه المكون له؟ بدل ما هو بيتكلم عن الأسماء يبقى هو بيبدأ بمين؟ بالأنيون وبينتهي بمين؟ بالكاتيون، زي كربونات الصوديوم مثلا بدأ بالكربونات ونهى بالصوديوم. أوكي يا مستر. رقم 10. مصاهير الأملاح نقط التيار الكهربي بينما الماء المقطر نقط التيار الكهربي. مصاهير الأملاح بتوصل إنما الماء المقطر لا يوصل التيار الكهربي. رقم 11. الصيغة الجزيئية لملح كلوريد النيكل هو كلوريد يبقى Cl2 والنيكل Na تبقى NiCl2. ولونه لون النيكل بيبقى مخضر سيكا، كلوريد النيكل مخضر سيكا او اخضر. يلا. رقم 12. من الاملاح التي تذوب في الماء اللي بتذوب في الميه NaCl مثلا. اوكي. طيب شحيحة الذوبان في الماء هنشيل ال NaCl هنحط بدل ال NaGCl تبقى كلوريد الفضة مثلا. فاهم يعني؟ حاول تلصم الحاجات كده بحيث ان لما يجي لك مثال عليه تظبط انت الدنيا ما تخليهاش قرفانه كده. يلا.
رقم 13 نسبة الملوحة في البحر الميت أعلى بحوالي كام بالنسبة لأضعاف ملوحة مياه البحر الأحمر؟ بالنسبة ل10 أضعاف ملوحة مياه البحر الأحمر. أعزائي المشاهدين في كل مكان، لازم طبعا نكون عارفين إن الملوحة في البحر الميت أعلى بحوالي 10 أضعاف من ملوحة مياه البحر الأحمر. يلا رقم 4 يا شباب، ده صح أمام العبارة صح علامة خطأ أمام العبارة خطأ مع التصويب، صفحة 66. يلا مع بعض. رقم 1 عند إضافة حمض الكبريتيك إلى سكر المائدة فإنه يتفحم. حصل. رقم 2 يتساوى عدد، وبيطلع ريحة سكر محروق شبه ريحة إيه بقى يا شباب؟ يلا بالمرة كده وإحنا قاعدين. عارف أنت لما يكون عندك يجي 10 كيس 15 كيس سكر كده حاططهم في ضرفة واحدة وقافل عليهم طول الشهر، افتح بس الضرفة هتلاقي ريحة سكر كده ايه طالعة من غير ما تشم انت ريحة السكر، هي من كمكمة الدولاب او الضرفة اللي انت حاطط فيها ايه ال 15 كيس سكر مقفولين. خد بالك انت مش هتفتحه وتكب. يعني شوف مثلا لو ماما عاملة مخزنة سكر في البيت، هتلاقي مثلا ان هي شاريه مخزون الشهر كله او مخزون رمضان. لو انت بتسمع الفيديو ده في رمضان فهي هتلاقيها جايبه مثلا 10 كيس سكر يكفي رمضان كله، او 15 كيس سكر يكفي رمضان كله. فروح انت بقى بعد اخر بعد 5 او 4 ايام من الكتمه او القفله على الاكياس دي وشم. هتشم ايه؟ ريحه سكر كده خفيف في مكان مكتوم شويه، فاهمني؟ فده هتبقى ريحه السكر بعدها بقى. دي مش في المنهج عندك بس انا حابب اقولها لك يعني. يتساوى عدد ايونات الاتش الموجبه مع عدد ايونات الاو اتش السالبه في الماء المقطر. حصل. رقم 3 ما دي واحده وواحده فعملوا لي المي. اوكي. يمكن التمييز بين الاحماض وبعضها حسب قوتها باستخدام دليل دوار الشمس. لا يا معلم، اليونيفرسال. اوكي. رقم 4 تعالج التربة الحمضية بإضافة مواد قاعدية إليها مثل ال HCl. لا يا حبيب قلب المستر، عندك مثلا CaOH باي 2 أو NaOH اللي أنت عايز تقول عليه قوله. رقم 5 تزداد قوة المحلول الحامضي كلما اقتربت قيمة البي اتش من ال 14. لا، المحلول الحامضي كلما اقتربنا من الصفر. رقم 6 تقاس قيم البي اتش للمحاليل بدقة مباشرة باستخدام شرائط دليل اليونيفرسال. لا يا معلم، ده باستخدام مين؟ البي اتش ميتر. اوكي. رقم 7 تتحدد مجموعة او تتحد مجموعة الفوسفات BO4 نيجاتيف 3 من 3 ايونات من البوتاسيوم لتكوين جزيء فوسفات البوتاسيوم. حصل يا مدير. رقم 8 الاملاح الصلبه ومحاليلها جيده التوصيل للتيار الكهربي. لا يا معلم، مش الاملاح الصلبه، مصاهير الاملاح الصلبه. اوكي. اجيب الملح ده واصهره. يعني ايه اصهره؟ يعني احرره لدرجه حراره عاليه. زي مثلا هات السكر وكرمله. يعني ايه كرمله؟ يعني اعمله كراميل. وشوف لو انت بتعمل كنافه، مع انت في رمضان بقى، يعني انت هتسمع الفيديو في رمضان، فانت هتيجي هتشوف ماما وهي بتعمل شربات الكنافه، فهتكرمل السكر ومسي بقى علينا باي حاجه كده. يلا رقم 9 ملح CuSO4 اخضر اللون يذوب في الماء. لا يا معلم، مين اللي اخضر اللون يذوب في الماء؟ ال NiCl2 اللي احنا لسه متكلمين عنه فوق. اوكي يا مستر. رقم 10 كربونات الكالسيوم تذوب في الماء. لا يا معلم. بينما كربونات الامونيوم شحيحة الذوبان في الماء. لا يا معلم، بتذوب عادي خالص. اوكي، يبقى دي لا تذوب، انما دي هي اللي بتذوب في الماء. رقم 11 يذوب ملح ال Na2CO3 في الماء مكونا محلول قيمة البي اتش 7. لا يا معلم، اكبر من 7. اوكي يا مستر. رقم 12 ارتفاع نسبة الاملاح في مياه البحر الميت تؤدي الى انخفاض كثافتها. لا، بدل ما انا رفعت المية او رفعت نسبة الاملاح على طول الكثافة هيحصل لها ايه؟ هيحصل ارتفاع للكثافة اللي معانا، مفيهاش ادنى مشكلة يا حبيب قلب المستر. سؤال رقم 5 اذكر مثالا واحدا لكل مما ياتي. رقم 1 دليل كيميائي. بص ثبت في دماغك بقى ايه اليونيفرسال عشان قدر يكون ايه حاجة حلوة تستاهل كده معاك. رقم 2 غاز يغير لون شريط ودوار الأحمر إلى الأزرق على طول، ده النشادر.
رقم 3 غاز لا يغير لون الأدلة، الهيدروجين، الأكسجين، النيتروجين اللي أنت عايز تقوله له. رقم 4 ملح مكون من اتحاد أيوني عنصرين. مين هو؟ أي ملح عندك، مين مثلا؟ زي ال NaCl. رقم 5 ملح مكون من اتحاد كاتيون عنصر مع أنيون مجموعة ذرية. أنيون مجموعة ذرية عندك كمية حاجات مثلا من المجموعات الذريه، زي مين؟ زي كربونات الصوديوم، كبريتات الصوديوم، اي حاجه في الصوديوم، رش حاجه في الصوديوم، اي حاجات في الصوديوم ما عدا طبعا الاو اتش. اوكي. رقم 6 ملح مكون من اتحاد ايوني مجموعتين ذريتين، يعني هو عاوز مجموعه هنا ومجموعه هنا، مجموعه بالموجب ومجموعه بالسالب. مين المجموعه بالموجب؟ على طول الامونيوم. طب مين المجموعه اللي بالسالب؟ اي حاجه. طيب احنا عايزين بقى حاجه تبقى احاديه، تبقى مثلا NH4NO3 عشان تبقى ايه، مش نكتب تفاصيل كتير في التكافؤات. عايز مثلا تكتب حاجه هوبا استنجل لينا بقى ودماغك ضربت وطرشمت، تروح كاتب ايه NH4 مثلا وتعمل كده 2CO3. دي حاجه كده ايه تبقى شديده معاك. فانا بقول لك في البيزكس اللي هي تكتب حاجات سهله عشان خاطر ما تتلخبطش انت. رقم 7 مادة رديئة التوصيل للتيار الكهربي، يعني المية المقطر. اوكي، مش المية العادية كده، يعني مش مية هنسيبها مفتوحة يا اسطى، يعني الدنيا فاهم تتلم بكلمة المقطر عشان خاطر ايه ما تتقطرش فوق دماغك. رقم 8 اصل اللي بيشيل قربة مخرومة بتقطر فوق دماغه، فهي لو انت شلتها مخرومة هتقطر فوق دماغك برضك. اوكي. محلول جيد التوصيل للتيار الكهربي، واحدة واحدة. جيد التوصيل للتيار الكهربي أبسط حاجة عندنا NaCl. أوكي. رقم 9 ملح أبيض اللون، أي حاجة بقى، في حاجات كتيرة أبيضة اللون. اضرب مثال زي مين؟ جبلات القرصين مثلا. اوكي يا مستر. رقم 10 ملح ملون، اي لون. احنا قلنا في حاجة عندنا خضرة مشهورة، ايه هي؟ كلوريد النيكل اللي هو NiCl2. اوكي. رقم 11 ملح يذوب في الماء. مين هو اللي ملح يذوب في الماء يا حبيب قلب المستر؟ ال NaCl مثلا. رقم 12 ملح شحيح الذوبان في الماء، اي حاجه لها علاقه بالفضه. اوكي. رقم 13 محلول BH له اقل من 7. مين هو؟ اي حاجه بنستخدم فيها الشق الموجب قليل. اوكي. فزي مين؟ اي حاجه فيها الامونيوم، يعني ابسط حاجه مثلا كربونات كلوريد الامونيوم، اي حاجه من الاثنين دول، كربونات او كلوريد الامونيوم. اوكي. رقم 14 محلول BH له اكبر من 7. معنى كده ان احنا هنستخدم ابسط حاجه مثلا في الموجب عشان يبقى اكبر من 7 الصوديوم، كلوريد الصوديوم او كربونات الصوديوم برضو ما عنديش اي مشكله. رقم 15 محلول BH له يساوي 7 كلوريد الصوديوم بقى. يلا هو الاتنين متعادلين، ماشي، ده صريحه مريحه كده. رقم 6 وطبعا يا حبايب قلب المستر احنا استعملنا مثلا هتلاقي فيه كذا سؤال متكرر اجابته، يعني انا قلت في الامثله دي اجابتين شبه بعض. ده بسيطه جدا، يعني ان السؤال نفسه مش هيجي لك اخر السنه بكل الحاجات دي في فقره واحده، ماشي؟ يعني ايه كل الحاجات دي مش هتجي لك في فقره واحده؟ يعني مثلا مش هيجي لك سؤالين من نفس الفكره، فطبيعي ان احنا هنا في الدرس نفسه بنكرر المثال، ما فيهوش اي مشكله خالص، ماشي؟ او اي مثال يعني انت عايز تضربه اضربه، ما عنديش اي مشكله. انت عايز تغير الامثله اللي انا قلتها as you like. اوكي. اذكر اهميه او استخدام واحد لكل من. رقم 1 الادله دي وظيفتها ايه؟ انها بتميز لي ما بين المواد الحمضيه والمواد القلويه وبرضو المواد المتعادله اللي معانا. رقم 2 دليل صبغ دوار الشمس، برضو بيفرق لي ما بين المواد الحمضيه والمواد القاعديه. اوكي، ولو ماده متعادله بيفضل لونه ثابت زي ما هو. رقم 3 دليل اليونيفرسال، بيعمل ايه دليل اليونيفرسال ده؟ بيحدد لي قيم الBH بتاعت المحاليل. اوكي بس بطريقه صحيحه؟ لا، بطريقه تقريبيه. ماشي يا معلم، ماشي يا مستر. رقم 4 دليل الكرومب الاحمر. دليل الكرومب الاحمر اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، بيستخدم عشان عمل المحشي، وعمل المحشي يتطلب رز، فهو دليل الكرومب الاحمر ده بيحدد لي الرز استوى ولا ما استواش.
فهو بيستخدم على التعرف على الحامضية أو القاعدية أو التعادل بتاع السوائل اللي عندي. يعني لو عندي الشوربة بقى لسه الرز ما استواش، هتلاقي الشوربة بتقول لك أنا دلوقتي حامضية لسه ما قعدتش بقى، يعني ما قعدتش مكاني خلاص كده. ماشي. رقم 5 جهاز البي اتش ميتر، بحدد لي قيم البي اتش للمحاليل مباشرة. بحدد لي قيم البي اتش للمحاليل مباشرة وبدقة عالية جدا. سؤال رقم 7 اكتب الصيغ الجزيئية للأملاح المكونة من الكاتيونات والأنيونات التالية. صفحة 67. ويا حبيب قلب المستر لو وصلت معانا لنا ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان خاطر نكمل هذا الفيديو بإذن الله تعالى. يلا مع بعض ان ايه والسي ال مع بعض هيبقى ان اي سي ال. طب رقم 2 بي اي 2 سي او 3 تبقى بي اي سي او 3. يلا رقم 3 كي، وهنا بي او 4 نيجاتيف 3 تبقى كي سي بي او 4. هنا 4 ده موجب وده سالب 1 تبقى ان اتش 4 سي ال. هنا ده ان اتش 4 موجب وده هنا 3 يبقى ان اتش 4 باي 3 بي اي او 4. يلا يا معلم رقم 6 ام جي والاس او 4 تبقى ام جي اس او 4. يلا رقم 7 اي ال وبي او 4 تبقى الاثنين تبقى اي ال بي او 4. يلا على اللي بعده رقم 8 اي جي والسي ال يبقى اي جي سي ال. هنا رقم 9 ان ايه والان او ده احادي واحادي ان ايه ان او 3. شايفني بكتب المركب ازاي؟ انا مش عايزك تعطل بقى ولا مره، ماشي؟ انا مش عايزك تعطل ولا مره يا اسطى. واللي مش فاهم بنعملها ازاي يقول لي وانا على طول هجري اعمل لك فيديو خاص بيها، وهتلاقيني بنزله لك على طول في نفس الثانيه اللي انت طلبت فيها، وهنتكلم مع بعض باي اسلوب ممكن انت عايز يتشرح بيه هشرحه لك بيه. وعندك لينك في الديسكربشن، اسال هناك وانا هبعت لك طريقه التواصل وهبعت لك فويس نوتس، هبعت لك فيديو خاص باي حاجه جزئيه انت عايزها تتشرح لك يا حبيب قلب المستر. رقم 8 علل لما ياتي. طول ما انا سايب لك لينك في الديسكربشن وانا بحل معاك وشغال معاك، اسال في الحته اللي انت عايزها يا حبيب قلب المستر. رقم 1 يمتنع تماما عن تذوق او شم او لمس اي ماده كيميائيه في المعمل، عشان خاطر انت عندك مواد سامه ومواد حارقه بطريقه يعني بص فظيعه. يعني اقول لك على حاجه كده دي باينه، شايف اللون ده؟ اللون ده كده ده معالجه حرق ماده ال HNO3 وال H2SO4. ده بقى لها شهر كده يعني طيبانه. يعني ايه طيبانه؟ يعني اثار الحروق كلها راحت. شايف المنظر ده؟ شايف المنظر ده؟ دي بقايا حروق، ده بعد شهر من ان الامور رجعت لمجراها السليم. فاهمني؟ يعني انا طبت، وبعد ما طبت حسبت شهر، لسه عندي دلوقتي هي لسه شكلها ما راحش. بص يا اسطى ده اثار حروق، فما تجيش انت تلعب في المعمل تحت الحاجات دي، ماشي؟ فده H2SO4 وال HNO3 فدول مواد حمضيه قويه جدا حارقه. في ايه تاني عندك؟ مواد سامه جدا جدا جدا، لو حطيتها على طرطوفه لسانك هتموت مننا، ماشي؟ رقم 2 يتغير لون شريط دوار الشمس الازرق الى اللون الاحمر عند غمسه في حمض الهيدروكلوريك. ليه؟ عشان خاطر الاتش الموجب عملت تأثيرها يا اسطى. رقم 3 لا يؤثر المحلول المتعادل الماء المقطر على لون شريطي دوار الشمس الاحمر والازرق عشان هو تأثيره متعادل. طب تأثير متعادل ليه يا مستر؟ عشان تساوي الاتش الموجب والاو اتش السالب. رقم 4 لا يمكن التمييز بين حمض الهيدروكلوريك وحمض الخليج باستخدام شريطي دوار الشمس عشان هما الاتنين متفاوتين في القوة بس هما الاتنين احماض، فبالتالي اديهم هما الاتنين نفس اللون. رقم 5 جهاز بي اتش ميتر اكثر دقة من شرايط اليونيفرسال في تحديد قيمة البي اتش للمحلول، عشان خاطر البي اتش ميتر ده بيحدد قيمة البي اتش للمحلول بسرعة جدا ومباشرة جدا، مش لسه بيشوف لي قيم تقديريه حاجات زي كده. فهو بيديني الرقم اللي بيظهر قدامي على الشاشه في ثانيه هي قيمه رقميه. اوكي. رقم 6 منظف افران الغاز من المواد القاعديه بينما اللبن من المواد الحامضيه، عشان ده منظف بتاع افران الغاز ماله البي اتش بتاعته اكبر من 7. طب البي اتش بتاعت اللبن اقل من 7. اوكي. رقم 7
حامضية العنب أقوى من حامضية الطماطم عشان قيمة البي اتش للعنب أقل من قيمة البي اتش للطماطم. رقم 8، قلوية مبيض الغسيل أقوى من قلوية الصودا الخبيث عشان بي اتش المبيض الغسيل ده أكبر من قيمة البي اتش بتاعة الصودا الخبيث. رقم 9، يرتبط أيون الألمنيوم Al-3 بمجموعة فوسفات عند تكوين جزيء فوسفات الألمنيوم، بينما يرتبط بثلاث مجموعات نترات عند تكوين نترات الأمونيوم. عشان أي مركب في الدنيا لازم الشحنة الكلية بتاعته، أو أي ملح في الدنيا لازم الشحنة الكلية بتاعته بتساوي صفر. فمجموعة الفوسفات اللي هي ده تحمل كام؟ 3 شحنات بس بالسالب. أوكي، 3 شحنات سالبة بس عشان خاطر اربطها بالموجب 3، فالتلاتة هتروح مع التلاتة، فبالتالي هتكون الشحنة كاملة تساوي صفر. اوكي. طب النترات دي بتساوي -1، فالتلاتة تكسب الواحد يا اسطى. اوكي، فبالتالي ان الشحنة الكلية بتاعتها مش هتكون صفر، هتكون شحنة سالبة. رقم 10، يعتبر محلول كلوريد الأمونيوم حامضي، بينما محلول كلوريد الصوديوم من المحاليل المتعادلة عشان قيمة البي اتش لمحلول كلوريد الأمونيوم أقل من 7، بينما قيمة البي اتش لكلوريد الصوديوم ده تساوي 7. أوكي. رقم 11، لا يمكن الغرق في مياه البحر الميت عشان البحر الميت ده فيه نسبة عالية من الأملاح، فبالتالي كثافته أو كثافة المياه فيها مرتفعة جدا جدا جدا. أوكي. في أي حاجة في الدنيا هتنزل فيها هتكون كثافتها أقل من كثافة المية، فبالتالي هيطفو فوقها. اوكي يا اسطى، يعني انت لما تعوز تعوم وتروح تصيف في شهر 7 او شهر 8 الجاي ان شاء الله، وبقطع تذكره للبحر الميت وخد معاك العوامات والمايوهات عشان خاطر تعرف تبلبط كويس. سؤال رقم 9، ما المقصود بكل من واحد؟ الأدلة. عرف لي ايه الأدلة يا حبيب قلب المستار. ايه الأدلة؟ هي دي مواد كيميائية بتغير لونها في الوسط او من وسط لوسط، يعني في الوسط الحميد هتديني لون وفي الوسط القاعدي هتديني لون. رقم 2، دليل اليونيفرسال. دليل اليونيفرسال هو دليل يمكنه التمييز بين الاحماض والقلويات، وبرضه قوة الاحماض وقوة القلويات، يعني تباين القوى مع بعضهم، يعني يقدر يفرق ما بين الحمض القوي والحمض الضعيف، والقاعدة القوية او القلوي القوي والقلوي الضعيف. رقم 3، الرقم الهيدروجيني البي اتش، مقياس مدرج بأرقام تتراوح من 0 ل 14، يستخدم في تحديد حامضية أو قاعدية للمحاليل. سؤال رقم 10، كيف يمكنك التمييز بين كل من؟ رقم 1، حمض الهيدروكلوريك وحمض الخليك. أنا هقدر أميز ما بينهم باستخدام مين؟ ده حمض وحمض. إيه الحاجة اللي هتقدر تفرق لي ما بين قواهم وبعضهم؟ على طول دليل اليونيفرسال. رقم 2، الماء المقطر وهيدروكسيد الصوديوم. هستخدم اي حاجه في الدنيا تقدر تفرق لي ما بين الحمض والقلوي. زي مين مثلا؟ انا هستخدم دوار الشمس لانه ابسط حاجه. هيعمل ايه مع الماء المقطر؟ الماء المقطر مش هيغير لونه لانه متعادل. طب هيدروكسيد الصوديوم هيزرقه لانه هو ليه خواص قاعديه. شاطر يا حبيب قلب المستر. رقم 3، غاز النشادر وغاز ثاني اكسيد الكربون. غاز النشادر ليه خواص قاعديه، انما ثاني اكسيد الكربون له خواص حامضيه، فلما احط له دوار الشمس غاز النشادر هيزرق الاحمر، وغاز ثاني اكسيد الكربون هيحمر الازرق. رقم 4، غاز النيتروجين وغاز الكلور. هفرق ما بينهم باستخدام اي حاجه في الدنيا، مثلا برضو شريط دوار الشمس. هستخدمه ازاي؟ برضو النيتروجين مش هيأثر لي عليها خالص، بس الكلور لونه هيروح. اوكي. رقم 5، كربونات الصوديوم وكبريتات الكالسيوم. كربونات الصوديوم وكبريتات الكالسيوم انا هفرق ما بينهم ازاي؟ هحط كل واحده في الميه. كربونات الصوديوم هتذوب، كبريتات الكالسيوم لا تذوب في الميه. اوكي. رقم 6، محلول كلوريد الامونيوم ومحلول كربونات الصوديوم. كلوريد الامونيوم وكربونات الصوديوم هفرق ما بينهم على طول، مثلا ممكن اقيس البي اتش بتاعتهم. طيب كلوريد الامونيوم البي اتش بتاعته اقل من 7. طب كربونات الصوديوم البي اتش بتاعته اكبر من 7. اوكي. رقم 11، قارن بين كل من. رقم 1، غاز النشادر وغاز ثاني اكسيد الكربون من حيث نوع الغاز. غاز النشادر وغاز ثاني اكسيد الكربون، نوع غاز النشادر ايه هو؟ قلوي. طب ثاني اكسيد الكربون حامضي. طب التأثير على شريطي دوار الشمس المبللين بالماء، غاز النشادر هيعمل ايه؟ هيزرق الأحمر.
طيب وغاز ثاني اكسيد الكربون هيحمر الازرق. رقم 2 ملح كربونات الكالسيوم وملح كبريتات النحاس من حيث الصيغه الجزيئيه وقابليه الذوبان في الماء. الصيغه الجزيئيه لكربونات الكالسيوم كربونات CO3. طب وكالسيوم Ca ده ثنائي وده ثنائي يبقى CaCO3. طيب كبريتات النحاس Cu اوكي، وكبريتات SO4 اوكي ثنائي يبقى CuSO4. طيب قابلية الذوبان في الماء كربونات الكالسيوم ما بتذوبش في المية. طيب كبريتات النحاس تذوب في المية اوكي. رقم 3 محاليل كلوريد الامونيوم وكلوريد الصوديوم وكربونات الصوديوم من حيث قيمة البي اتش للمحلول، نوع المحلول، التوصيل الكهربي، التأثير على شريطي دوار الشمس. واحدة كلوريد الامونيوم قيمة البي اتش بتاعته كام؟ اقل من 7. بدل الامونيوم يبقى ده الشق الموجب هينزلها عن السبعة. طيب كلوريد الصوديوم ده تساوي السبعة بالظبط عشان ده الCl وده الNl الاتنين متساويين مع بعض. وكربونات الصوديوم الكربونات اكيد هتزود الصوديوم عن الصوديوم هيزود يعني المركب ده او الملح ده عن السبعة اللي معانا. طيب نوع المحلول كلوريد الامونيوم حمضي. طيب كلوريد الصوديوم ومتعادل. كربونات الصوديوم قلوية. التوصيل الكهربي كلوريد الامونيوم وكلوريد الصوديوم بيوصلوا. طب كربونات الصوديوم ما بيتوصلش. التأثير على شريطي دوار الشمس كلوريد الامونيوم بيحمر الازرق عشان حامضي اوكي. طب ده متعادل ما بيأثرش على اي لون. طيب كربونات الصوديوم بيغير الاحمر لازرق اوكي. سؤال رقم 12 ما النتائج المترتبة على كل من 1 غمس شريطي دوار الشمس في 1 حمض قوي زي حمض الهيدروكلوريك مثلا؟ ايه اللي هيحصل؟ لون شريط الازرق هيتحول الاحمر عشان ده حمض قوي. طب رقم 2 قوي هيتحول الاحمر لازرق. طيب رقم 3 حمض الخليج يحول الازرق الاحمر برضو. طيب رقم 4 الماء المقطر مش هيحصل اي حاجة. رقم 2 تقريب شريطي دوار الشمس الاحمر والازرق المبللين بالماء الى 1 غاز النشادر هيزرق الاحمر. طيب رقم 2 غاز ثاني اكسيد الكربون هيحمر الازرق اوكي. رقم 3 غاز الكلور يا سيدي لما يتعرض لاي واحد من دول هيزيل لونه خالص اوكي. رقم 4 غاز الهيدروجين مش هيأثر على حاجه يا حبيب قلب المستر. رقم 3 وضع شريطي دوار الشمس في المحلول قيمه البي اتش له 11. ده كده بي اتش قلويه يبقى لونه هيتحول لازرق اوكي. رقم 4 بيقول لي إضافة كل من كلوريد النيكل وكلوريد الفضة كل على حدة في كمية من الماء مع التقليب. كلوريد النيكل هيذوب وكلوريد الفضة لا يذوب في الماء. سؤال رقم 13 ولو وصلت معايا عندي هنا يا حبيب قلب المستر ما تنساش تعمل سبسكرايب. استخرج العبارة أو الصيغة الغير مناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات أو العبارات أو الصيغ. وبرضه لو مش فاهم اي حاجه اجري على طول اسال في الكومنتس بتاعت اليوتيوب وعندك اللينك اللي في الديسكربشن يا حبيب قلب المستر. رقم 1 حمض الهيدروكلوريك حمض الخليج غاز ثاني اكسيد الكربون غاز النشادر كل دول مواد حامضيه. مين اللي قاعدي دهوت؟ رقم 2 H2Cl2O2N2Cl2 هو اللي بيزول انما الباقي ما بيأثرش على البتاع. رقم 3 هيدروكسيد الصوديوم صودا الخبيث الخل الصابون السائل الخل كلهم قلويين هو الوحيد اللي حمضي. رقم 5 او رقم 4 دي طماطم لبن منظفات ليمون. مين اللي مختلف؟ المنظفات. ليه؟ لان هم كلهم احماض هي الوحيده اللي قاعده. رقم 5 KOH KNO3 ZnSO4 NaCl كلهم املاح طبعا دي الوحيده اللي قلويه. رقم 6 كبريتات النحاس كلوريد النيكل كربونات الخرسين نترات الامونيوم. مين المختلف؟ على طول كربونات الخرسين. ليه؟ كل اللي بفائده املاح بتدوب في الميه. رقم 7 AgCl CaSO4 Cu CO3 NaNO3 كل دول املاح شحيحين الذوبان في الماء ما عدا NaNO3 اوكي. رقم 8 حمض الهيدروكلوريك محلول كلوريد الامونيوم محلول هيدروكسيد الباريوم اللبن هو هيدروكسيد الباريوم بس. هيدروكسيد الباريوم ده الوحيد هو اللي قاعد انما الباقي احماض.
سؤال رقم 14 صفحة 69. يلا مع بعض يا حبايب قلب المستر، واللي وصل لعند هنا ما ينساش طبعا يعمل سبسكرايب مع بعض. يلا ادرس الأشكال التالية ثم أجب عما يلي. رقم واحد من الشكلين المقابلين. رقم واحد، ماذا يحدث لشريطي دوار الشمس المبللين بالماء في أنبوبة واحد؟ يلا مع بعض، وما الذي يستدل على ذلك؟ إيه اللي هيحصل في الأنبوبة رقم واحد وفي ثاني أكسيد الكربون هنا؟ الأزرق هيتحول لأحمر. ليه؟ لأن ثاني أكسيد الكربون ده له خواص حامضية. أوكي يا معلم، أو له تأثير حامضي يعني. رقم اتنين، ما تأثير غاز H2 على شريطي دوار الشمس المبللين بالماء في أنبوبة 2 ومع ذكر اسم غازين آخرين لهما نفس التأثير؟ ال H2 مش هيعمل أي حاجة خالص. اوكي مع ذكر غازين الاكسجين والنيتروجين اللي هو O2 N2. اوكي رقم 3، ما الذي يحدث عند استبدال غاز ال H2 في الانبوبه 2 بغاز الكلور؟ لو شلت H2 من هنا وحطيت الكلور، الاثنين دول لونهم هيروح. اوكي رقم 2، يختلف لون ازهار نبات الكوبيا حسب نوع التربه. اوكي يا عم، كما بالشكلين المقابلين. رقم واحد، اذكر نوع التربة التي تنتج الازهار لكل من الشكلين واحد واثنين. ده هنا نوع التربة ايه؟ حامضية. طب هنا قاعدية. اوكي رقم اتنين، هل تصلح التربة التي تنتج الازهار 2 لزراعة نبات اخر ينمو في تربة قيمة البي اتش لا تتراوح ما بين 2.5 و6.5 مع التفسير؟ اكيد لا. ليه؟ لان دي قاعدية، و2.5 و6.5 دي حامضية. اوكي يا مستر. سؤال رقم 3، يستخدم الجهاز الموضح بالشكل المقابل في قياس حموضة او قاعدية التربة الزراعية. رقم واحد، ما نوع هذه التربة؟ هنا بي اتش اقل من 4 تبقى حامضية حسب السهم اللي معاك اهو، المؤشر اهو عند 4 اهي، صح؟ الراس بتاعت المؤشر اهو قدام 4 اهي. اوكي تبقى تربة حامضية. طيب مع التفسير، لان البي اتش لا اقل من 7. رقم 2، كيف تعالج هذه التربة بإضافة NaOH أو CaOH باي 2؟ اوكي يا مستر. سؤال رقم 4 صفحة 70، الأشكال التالية توضح أيونات بعض العناصر والمجموعات الذرية، ما فيهاش أي مشاكل. رقم 1، صنف الأيونات إلى مجموعتين، إحداهما أيونات عناصر والأخرى أيونات مجموعات ذرية. ماشي يا عم، عشان أحددها إنها عناصر لازم تكون متكونة من شكل واحد بس، اللي هو مثلا Cl CaK. فيبقى مين كده اللي معايا عناصر؟ 1 و3 هما و5 أهي. اوكي يا مستر. طيب المجموعات الذرية لازم يكون مجموعة من الذرات. اوكي، ده SO4 هاتها معانا، ده NH4 هاتها معانا، ده CO3 هاتوا معانا. يبقى مين اللي مجموعات ذرية؟ 2 و4 و6. 2 و4 و6 مفيهاش اي مشاكل. رقم 2، اكتب الاسم والصيغة الجزيئية للملح الناتج عن اتحاد الايون 1 مع الايون 5. فين ده؟ الايون 1 اهو Cl، والايون 5 اهو يبقى KCl. اوكي هو عاوز الاسم بتاعه يبقى كلوريد البوتاسيوم. فيها مشاكل؟ ما فيهاش مشاكل. رقم 2، الايون 3 مع الايون 2. فين 3 اهو. فين 2 اهو CaSO4. عشان ده ثنائي وده ثنائي مش هنحط اي ارقام. اوكي طيب اسمه كبريتات الكالسيوم. اوكي رقم 3، الايون 6 مع الايون 4. فين 4 اهو، الايون 6 اهو. ده احادي وده ثنائي، تبقى NH4 2 اللي هي باي 2 يعني NH4 باي 2 CO3. اوكي يا مستر. طيب يا سيدي، اسمها ايه؟ كربونات الامونيوم، ما فيهاش اي مشاكل خالص. سؤال رقم 5، من الشكل المقابل ماذا يحدث في حالة استبدال محلول كلوريد الصوديوم بكل مما يأتي مع التفسير؟ رقم 1، مصفور كربونات الكالسيوم هيفضل المصباح مضيء عشان المصاير بتاعت الأملاح كلها والأحماض كلها بتوصل التيار الكهربي. رقم 2، ملح كبريتات النحاس مش هيوصل او هينطفئ المصباح يعني. ليه؟ عشان ده ملح صلب مش بيوصل تيار كهربي. رقم 3، الماء المقطر مش هيوصل برضو او ينطفئ المصباح برضو عشان خاطر
الماء المقطر ده ما بيوصلش تيار كهربي. رقم 4 حمض الكبريتيك، هيفضل المصباح دوت منور عشان خاطر الأحماض بتوصل. اوكي. رقم 6 لديك 4 أنابيب كما بالشكل. 1 ما أثر غمز شريطي دوار الشمس إلى كل من الأنابيب 1 و2 و3. 1 و2 و3 واحدة واحدة، عايزين نضيف دوار الشمس ليها. في الأنبوبة 1 ده Na2CO3 ماشي، هيحصل ايه؟ هيحصل تأثير قاعدي، فمعنى كده ان انا لو ضفت دوار الشمس الاحمر هيتحول لازرق. طب رقم 2 ده NaCl ده هيحصل تأثير متعادل، فبالتالي مش هيتأثر لون شريطي دوار الشمس. رقم 3 NH4Cl ده تأثير حامضي، فلو اللي أزرق هيتحول لأحمر على طول. رقم 2 ماذا يحدث عند إضافة الماء إلى الأنبوبة 4 مع الرجوة بما تفسر ذلك؟ ده ملح كلوريد الفضة. ملح كلوريد الفضة شاحن الذوبان في الماء، لو ضفت شوية مية ودوبته كده مش هيدوب في المية. اوكي. رقم 3 ما لون الملح الصلب لمحلول الأنبوبة 1؟ الملح الصلب لونه ابيض لل Na2CO3. اوكي يا شباب. سؤال رقم 15 اسئله متنوعه. 1 ما دور العالم الدنماركي سورين سورينسن في تقدم العلوم؟ هو عمل ايه؟ ابتكر مقياس الرقم الهيدروجيني اللي يميز ما بين المحاليل الحامضيه والمحاليل القاعديه. رقم 2 من الجدول التالي رتب هذه المواد تنازليا حسب قوة حامضيتها. رتب تنازليا يعني من الكبير للصغير. ماشي يا عم. فأنا بالنسبة لي مين أكبر واحد؟ اوكي. مين تاني واحد؟ أبص للأقل واحد. مين هو؟ هنا مين؟ العنب. مين تالت واحد؟ البرتقال. تعال ندور تاني. مين في رينج 4؟ الطماطم. 4 الطماطم اهي الرقم 4 بردك. طيب مين في رينج 5؟ مفيش. مين في رينج 6؟ اللبن. مين في رينج 7؟ كلهم. مين في رينج 7 القليلة؟ هنا السبعة بس. المية اهي 6. مين تاني اعلى من المية بسنة صغيرة؟ اللعاب 7. الدم 8. وخلصنا من الترتيب التنازلي. رقم 3 حدد وجه اختلاف ووجه تشابه بين الاملاح وبعضها. الملح او الاملاح كلها بتتشابه في حاجة واحدة، ايه هي؟ ان كلها صلبة. ماشي. طيب ايه تاني؟ ان مصفوراتها كلها بتوصل التيار الكهربي. طيب بيختلفوا في ايه؟ عندك اللون والذوبانيه، يعني ده بيذوب ولا ده لا. تمام. وقيمه البي اتش بتاعتها او التاثير بتاعها على الادله. اوكي يا معلم. بعد كده اسئله تقييس مستويات التفكير العليا صفحه 71. ولو وصلت لعند هنا شوف بقى السؤال اللي انت محتاجه واسال فيه، واللي عنده اي سؤال يسال يا شباب بدون اي تردد، واللي ما عملش سبسكرايب يعمل عشان خاطر نقدر نكمل لك باقي التفاصيل دي. عشان لو فجاه كده لقيت اولى اعدادي ما بيسمعوا وبيتفرجوا وما بيعملوش سبسكرايب، هلغي على طول الفيديوهات بتاعتهم وهم يتصرفوا بقى من حته تانيه. يعني انا مش هتعب نفسي عشان خاطر واحد زيك ما يجيش يعمل لي في الاخر سبسكرايب، فاللي هو هتبقى قله ادب منك قوي يعني. سؤال رقم 16 أسئلة تقييس مستويات التفكير العليا، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة صفحة 71. رقم 1 أي مما يلي يعبر عن الصيغة المحتملة لملح يتكون من 4 عناصر و20 ذرة. 4 عناصر و20 ذرة. تعالى مع بعض. N3H4 ايه الرقم ده؟ شكله مش هو أساسا يعني. تعالى BO4 NH3 هو في الاخر بيهم على ايه؟ ال NH4 باي 3 BO4. ففين هي؟ اهي على طول يعني. هو الراجل اللي حاول يلخبطك، فانت ايه؟ اكبس فيها واحسبها وشوف. هنحسبها مع بعض اساسا دلوقتي يعني. 1 2 3 4 دول كده 4 عناصر. 20 ذرة ادي 4 5 و4 9 1 10 ويتفضل 2 من هنا. 2 في 4 ب8. بعد كده 2 في 1 ب2 يبقى 10
10 و10 20 حصل يا مدير. طبعا انا حسبتها ايه بالطريقه الهطله بتاعتي. انت عايز تحسبها انت هتعمل ايه؟ 3 في 1 ب3 يبقى 3، 3 في 4 ب12 يبقى 3 و12 15 وادي 4 يبقى ومعاها 1 يبقى 5، 15 15 و5 20 وخلصت يعني فاهم. بس انا حسبتها من تحت لقدام كده. رقم 2 مضادات الحموضة عبارة عن أدوية تستخدم لتخفيف أعراض الناتجة عن فرط إفراز حمض المعدة. ما قيمة بي اتش لمحلول المحتوي على مضاد الحموضة؟ طبيعي لازم تكون قاعدية. مين من دول قاعدية؟ على طول يا معلم 9. رقم 3 أكتر من 7 فاللي هو التسعة الوحيدة اللي معانا يعني. عند إمرار غاز إكس في الماء كما بالشكل المقابل تتغير قيمة البي اتش للماء من 7 إلى 10. ما الغاز إكس؟ واحدة واحدة مع بعض. عشان هو من 7 ل 10 تزيد فمعنى كده ان الغاز ده قاعدي. النشاد القاعدي تمام. ثاني اكسيد الكربون حامضي. النيتروجين ملوش تاثير. ثاني اكسيد الكبريت اوكي يبقى هو النشادر. في اي مشاكل ولا اي صعوبه؟ لا يا مستر. رقم 4 يذوب اكسيد العنصر اكس في الماء مكونا محلول قيمه بي اتش له 5. اي مال يعبر عن العنصر اكس ونوع اكسيد الذي يكونه؟ واحده واحده. هو بدل ما على طول اتكون في الميه وحولها على طول لبي اتش 5 يبقى هو اكسيد حامضي. طيب ايه اللي هيكون لي الاكسيد الحامضي؟ الا فلز. فلز اكسيد حامضي؟ لا. فلز اكسيد قاعدي؟ لا. لا فلز اكسيد قاعدي؟ لا. يبقى لا فلز اكسيد حامضي. رقم 5 اللي فلزات بتكون لي اكاسيد حامضيه صح زي ما احنا متفقين يعني. أضيف عدة نقاط من كل دليل من الأدلة الموضحة بالشكل المقابل إلى 3 أنابيب اختبار بها ماء نقي كل على حدة. أي من مالي يعبر عن اللون المتكون في كل أنبوبة؟ فواحدة واحدة يا شباب. احنا هنعمل ايه؟ هو بيقول لك ماء نقي فلازم يكون نبص على النقطة رقم 7 أو التدريج رقم 7. فالتدريج رقم 1 هنا 7 دي عند اللون كام؟ 6 هنا بتبدأ أرجواني يبقى 7 أرجواني. يبقى احنا هنتكلم عن الدليل 1 أرجواني أو أرجواني أو أرجواني أوكي. يبقى كنسلنا واحدة أهي. طب رقم 2 الرقم 7 هنا أصفر بعد الأربعة أصفر في كله يبقى عند 7 أصفر. أدي أصفر وأصفر كنسل ده أهي. أوكي أوكي. وصلنا هنا 10 هنا تبدأ أزرق إنما 7 كانت عديم اللون يبقى مش أزرق تبقى عديم اللون. ادي اهي اخترناها. فيها مشاكل؟ ما فيهاش مشاكل بإذن الله. سؤال رقم 6 الفلز ام لونه فضي ودرجة انصهاره 1455 والعديد من أملاحه خضراء اللون. مين ده على طول اللي خضراء اللون؟ نيكل. رقم 7 الشكل البياني المقابل يوضح التغيير الحادث في قيمة البي اتش للتربة الزراعية بمرور الزمن. أي مما يلي يعد صحيحا بالنسبة لنمو النبات أو لنبات ينمو في تربة حامضية؟ واحدة واحدة مع بعض. ده نبات بينمو في تربة حامضية اوكي. وهنا ده تدريج البي اتش بتاعه وده بمرور الزمن. فهو بيقول لك ان انا عندي يتعرض للموت بعد بدءا من تي 3. فين تي 3؟ تي 3 اهي. ده قيمة 4 وهو كان 6 وبينزل ل4 فمعنى كده ان هو هيموت وهو عايز تربة حامضية؟ لا. ينمو جيدا تي 4 تي 5 تي 4 اهي تي 5 اهي. تي 4 هنا كانت عند 7 وتي 5 هنا كانت عند 8. هو عايز تربة حامضية ودول أكبر قيمة للقاعدية موجودة عندي في الجدول اللي احنا بنرسمه دلوقتي فمستحيلة. طيب جيم ينمو جيدا من تي 1 لتي 2. فين تي 1؟ تي 1 اهو وتي 2 اهي. فهو كده كان بينمو جيدا. هو عاوز يضع التغيير الحاد في القيمة الزراعية أي مما لا يحدث بالنسبة لنبات ينمو في تربة حامضية. فهو من 6 ل6 يعني ثابت. الحامضية ما زادتش قوي ولا انخفضت قوي فدي ممكن تبقى مقبولة سيكا. طيب يكون قادرا على النمو تي 1 إلى تي 6؟ لا. يبقى هي أقرب حاجة للصواب هي ينمو جيدا من تي 1 إلى تي 2. أوكي أوكي يا مستر. رقم 17 4 مواد تتميز بالخواص التالية.
لا توصل التيار الكهربي ده دبليو. اكس غاز يوصل التيار الكهربي عندما يكون في صورة محلول. واي توصل التيار الكهربي في حالتها الصلبة أو عند صهرها. زد توصل التيار الكهربي عندما تكون في صورة محلول أو مصهور. ماشي، اختر رمز المادة المعبرة عن كل من. واحدة واحدة يا عم الحاج. هنا بيقول لي الرصاص، كلوريد الهيدروجين، كلوريد الصوديوم، الكبريت. نقرأ واحدة واحدة. هنا قال لي الكبريت بس، يبقى مادة لا توصل التيار الكهربي، يبقى هنا على طول ايه؟ مادة لا توصل التيار الكهربي دبليو. طيب هنا كان قايل لي توصل التيار الكهربي عندما تكون في صورة محلول أو مصهور، يبقى كلوريد الصوديوم تبقى زد. اوكي، انا بحاول ايه اخلص معاك جزء جزء عشان خاطر السؤال اللي زي كده بيبقى بيلخبط. ماشي. طيب رقم مثلا 2 نجيبها كده بقى من تحت، اصل احنا فاضل لنا مين؟ احنا كده خلصنا من دي وخلصنا من دي، اتفضل لي الاتنين دول. هو غاز يوصل التيار الكهربي او توصل التيار الكهربي في حالتها الصلبة او عند انصهارها او انصهارها. طيب الغاز هو الكلوريد الهيدروجين، اوكي، بيوصل التيار الكهربي، اوكي، عندما يكون في صورة محلول، ماشي مفيش اي مشكلة. يبقى 2 اكس. طب واحد الرصاص هي اللي فاضلة واي. اوكي وبكده يا حبيب المستر اكون خلصت معاك هذا الفيديو اللي عند صفحة 72. والى اللقاء باذن الله تعالى في الوحدة الثانية، هنتكلم عن الطاقة وتطبيقاتها. الى اللقاء يا اصدقاء. ما تنساش وانت ماشي تعمل سبسكرايب، ما تنساش تعمل كومنت حلو للمستر عشان انت حليت، وهتحل بقى الواجب ان شاء الله معايا. فباذن الله تعالى تكتب كلمة حلوة، واللي عنده اي سؤال يا شباب يجري على طول يسأل في اللينك اللي في الديسكريبشن. والى اللقاء يا اصدقائي، سلام.